السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا طولت عليكم قوي، لان انا عندي كان النت في مشكلة، هو ده اللي خلاني طولت عليكم. النهاردة بقى ايه؟ هعمل صينية بطاطس كده تستاهل بقكم، بطاطس ني في ني ورز مفلفل. بصوا الحلاوة يا ولادي. وهعمل كان عندي صدر فرخة، مسكته قطعته كده مكعبات كده صغيرة، ورحت عاملاه بقى. طبعا هتشوفوا طبعا هعمله ازاي. جبت بصلايه كبيره كده وقطعتها، وانا ما بحبش كنت احط فلفل اخضر، بس المره دي حطيت فلفل حامي. وهنا صدر الفرخه اللي انا قطعته وحطيته كله على بعضه، وهحطه بقى طبعا على النار. طبعا كلكم عارفين. بصوا، هي الدنيا كانت مكربسه معايا اليومين دول اللي فاتوا قوي قوي. هنا كنت حاطه حبه فلفل اسمر مع قالب شوربه دجاج، ودقيته بالجرن عشان عندي الخلاط اتحرق، نصيبي بقى. وهنا كنت مقطعه بصل علشان خاطر البطاطس، صينيه البطاطس انا بحملها ني في ني. طبعا جيت احط فلفل، لقيت الفلفل مش عايز ينزل من لان الفلفل عندي بقول لكم الخلاط بتاعي باظ، فما عرفتش اطحن. قلت بعد كده انا بجيب حاجتي ناعمه لحد ربنا ما يكرمني واجيب خلاط. ونزلت بشويه ملح، ونزلت بشويه بهارات بسيط قوي، يعني التوابل اللي انتوا عايزينها، اللي بتحبوا تحطوها حطوها. انا ما بحبش كتر التوابل في الاكل، بزهق منها. ونزلت طبعا بالبطاطس بتاعتي، وهتشوفوا بقى انا عملت القوطه فين. هتضحكوا عليا، ما انا بقول لكم الخلاط بايظ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ايه؟ كنت عصره الطماطم في الكبه عشان الخلاط بايظ. عصرت الطماطم ونزلت بقى بشويه زيت، كله نايف ني يا كده. حبايبي انا عملت القوطه في الكبه. وممكن تحط لها فص توم ني برضو، بتديها طعم حلو